شكلنا لجان في كل محافظة لكي تخصص أراضي وتوزع على المحتاجين من أجل أن يكون لهم سكن مأمون. وحقيقة يتعلق بما سبق أن عرضناه من توزيع أراضي في جميع محافظات العراق مجانا إلى الفقراء، أراضي مخدومة. يا الله يا الله يا الله فرجت في هذا القرار راح يصير عندنا بيئة. يا الله خلال الشهر سوف نعلن عن خطة لتوزيع أراضي لكل فئات يا الله، وقمنا بعملية إن شاء الله راح الفرز الآن، وكذلك تصحيح وضع هذه الأراضي، وستكون توزيع هذه الأراضي بطريقة عادلة سكنية وليس مجمع. اكو فرق بين المجمع وبين مدينة سكنية يمكن الضمن فرجت يا رب عادل ناحية من النواحي. هذا التوجه يا الله مع كبار الشركات. يا الله ولك طريق راح تفرج اللي راح توفر يا الله. مدينة متكاملة. كل عراقي ما يملك قطعة أرض، كل عائلة نريد نعطيها قطعة أرض مجانا. كذب على من الضحك. يا أخوي نكتة والله العظيم نكتة. نكتة كل 4 سنوات. راح نموت وما نشوفه.